ده جيتو البطل بتاع فيلمنا، اما دي فبتكون شروطي. وفيلمنا بيبدأ وبيكون شاب فاشل واقترض فلوس كتيرة من الناس وما بيكونش عارف يرجعها، وبيفضل يترجى الديانة يدوله فرصة لكن للأسف بيرفضوا. فبيقول لهم الحل الوحيد ان اموت علشان ابويا ياخد مبلغ التأمين ويسدد فلوسكم. وفعلا بينط في البحر وبيقرر الانتحار، وكل اهله بيتفاجئوا اول ما بيسمعوا الخبر. وابوه بيفتكر لما كان بيطلب يساعده في سداد ديونه علشان ما يتحبسش، لكن بيرفض وبيقول له اختك على وش جواز وما عنديش غير البيت ده ومستحيل ابيعه علشانك. وبيديله حبل وبيقول له اشنق نفسك علشان نستريح من كل مشاكلك. اما دي فبتكون بوجة حبيبته وبيقول لها لازم ننفصل عن بعض وربنا يكرمك بواحد احسن مني، وهي بتحاول تغير رأيه لكن بيكون مصمم على قراره. اما دي فبتكون امه وبيبان عليه انه بيحبها جدا، وبنلاقيها بتتمنى ان جيتو يسدد ديونه ويرجع زي زمان. فبيقول لها انه لقى حل لكل المشاكل وقريب جدا هيعمله، وبيكون زعلان جدا وهو بيتكلم. وبعدها الشرطة بتدور على جثته لكن للأسف ما بيكونش ليها أي وجود. ومن ناحية تانية ده واحد اسمه غانديا وعنده مركب صيد وعليه ديون كتيرة جدا لواحد اسمه شوهان ودايما بيتهرب. ولما بيركب مركبه بيكتشف ان الشبك اصطاد جيتو وبيعرف انه لسه عايش، وبعدها بياخدوا المستشفى علشان يتعالج، وبيفضلوا يتكلموا معاه وبيحاولوا يعرفوا هو مين، لكن للأسف ما بيردش عليهم. وبتجيله فكرة انه يعمل نفسه أصم لا بيسمع ولا بيتكلم علشان محدش يكتشف حقيقته، وهم بيكونوا مصدقين. والحركات اللي جيتو بيعملها دخلت عليهم. وبعدها غانديا بياخدهم وبيخرجوا بره المستشفى وبيروحوا المينا علشان يباتوا هناك، لكن بيلاقي شوهان بياخد المركب بتاعه وما بيكونش عارف يعمل حاجة. وتاني يوم بيروح له البيت علشان يرجعها تاني، لكن بيرفض وبيفضل يهزقه قدام كل الناس. فغانديا بيعرفه انه هيبيع المركب وهيسدد فلوسك في اسرع وقت. فشوهان بيرفض وبيقول له انا مش واثق فيك وممكن تاخد المركب وتهرب، وبيطلب منه يسيب رهن عنده علشان يضمنه. فبيقول له ده ابن اختي الاصم وممكن اخليه عندك هو وبانديا لحد ما ارجع لك كل فلوسك. وفعلا شوهان بيوافق على كلامه وفاكر انه كده هيلوي دراعه، وهو ما يعرفش ان غانديا فرحان جدا علشان اتخلص من الاصم والغبي في يوم واحد. وبعدها بيشغلوا بانديا وبيخلوه يمسح الجزم وبيعاملوه زي الخدام، وكمان بيمسك هدوم البيت وبيفضل يغسلها لهم. وفي نفس اللحظة جيتو ما بيعملش حاجة وعمال بيأكل الحمام. ومن ناحية تانية دي بتكون شروطي، وللأسف بتكون فتاة بكماء، يعني بتسمع لكن ما بتعرفش تتكلم. وبتقابل جيتو وهما الاتنين بيتعرفوا على بعض، وبعدها بيعرفوا ان شروطي عريسها سابها يوم الفرح لانه كان طالب مهر غالي. ومحدش يسألني ازاي العروسة هي اللي هتدفع المهر، لان دي عادات وتقاليد عندهم. وفي نفس الوقت جيتو لسه بيمثل انه أصم ومكمل في التمثيلية بتاعته، وبيفضل يشرب في خمرة وما بيكونش في وعيه، وده بيخليه عمال بيرقص وبيغني ومش مستوعب هو بيعمل ايه، لحد ما شروتي وميناكشي بيشوفوه وبيسمعوا صوته، وهو بيكون مصدوم جدا اول ما بيلاقيهم قدامه، وبيسألوه انت ليه كنت بتكذب علينا؟ فبيفضل يترجاهم وبيضحك عليهم وبيقول لهم انا عايش بكلية واحدة والدكتور قال لي ما تتكلمش علشان ما تحصلكش أزمة. فقررت اسمع كلامه ومثلت اني أصم علشان ما اشتغلش عندكم خدام، وبيفضل يعيط لهم وبيهددهم لو حد عرف حقيقتي انا هموت نفسي وهتكونوا انتوا السبب. وفعلا هم بيخافوا وفي الاخر بيوافقوا على كلامه. وتاني يوم بيوصل لعمها فاكس من اخو شروتي وبيعرفوا انه جاب لها عريس جديد، بالرغم انه طالب مهر شركتين من املاكهم لكن بيكون موافق. وده بيخلي شروتي زعلانه جدا وبتحط خطه مع ميناكشي ازاي يبوظوا الجوازه. فبتروح تقابل جيتو وبتخليه يكلم العريس في التليفون وبيقول له انا وشروتي بنحب بعض من 2 سنين، ولو فكرت تقرب منها او تتجوزها هموتك. وبعدها ميناكشي بتهدده لازم يحفظ السر علشان لو حد عارف انه بيتكلم هيقتلوه. ولما بيرجع الأوضة بيطبق الورقة وبيرميها على ناطور وبيقرر ينام، وللأسف بيفتكر إنها من حبيبته ربا. وتاني يوم بيقابلها وقبل ما بيقرأ الكلام جيتو بيشوف الرسالة معاه وبيقرر يخطفها منه وبيطلع يجري بيها لحد ما بيخبط في منجال أخو شروتي وبيشوف الرسالة اللي موجودة في إيديه وبيفضل يضربه وبيخلي شكله وحش جدا قدام الناس. ولما عمه بيمنعه بيقوله إن الحيوان ده بوظ جوازة أختي، فبيعرفوا انه أصم واكيد ملهوش علاقة بكل اللي بيحصل. وشروتي بتكون واقفة وصعبان عليها جدا. وبعدها ميناكشي بتروح لجيتو وبتتأسف له على كل الضرب اللي خده،
وبتقول له لازم النهارده تسيب البيت وممكن اديك الفلوس اللي انت عايزها. فبيقول لها لو اديتيني 13,000 هسيب المكان، لكن بترفض وبتهدده لو ما سمعش كلامها هتفضحه. فبيقول لها لو فكرتي تعرفيهم الحقيقة هقول لهم يطبقوا الكلام اللي موجود في الجواب وهيلاقوا نفس خطتك، وانك اجبرتيني ان اكلم عريس شروطي علشان تبوظي الجوازة. وفي نفس الوقت منجال بيتأسف لأخته ان عريسها سابها، وبيوعدها انه هيدور على واحد بيحبها لشخصها مش علشان فلوسها. وبعدها جيتو بيكون لابس ومتشيك، وبنعرف ان منجال شغاله في شركته بمرتب 20,000. ولما بيكون خارج بيشوف واحد اسمه شارما من اللي كانوا مدينينه، وبيكتشف انه شغال عند شوهان وبيستخبى بسرعة. وشوهان بيسأله عملت ايه في الديون اللي عند الناس، فبيقول له في واحد اسمه جيتو نصب على كل القرية ومحدش لاقي جثته بعد ما انتحر. وفي الوقت ده شروتي وميناكشي بيشوفوا جيتو واقف ومستخبي وبيشكوا ان في حاجة غلط بتحصل. فبتروح ميناكشي وبتسأل شارما هو مين اللي نصب عليكم، فبيوريها صورته وبتكتشف ان هو جيتو. وشورتي بتكون متفاجئة جدا ومش عارفة هو ليه بيكذب عليهم. وبعدها جيتو بيكون في الشركة وشوهان بيديله فلوس يعدها علشان هما الاتنين هيسلموها لعاملين النهاردة، وهو بيمسكها وبيفكر انه ممكن يسرقها. ولما بيجي الليل بيعرفوا ان شوهان مرجعش البيت، وميناكشي بتخاف لا يكون جيتو خطفه علشان يسرقه، لكن بيرجع البيت ودراعه مكسور. وبيعرفهم انهم عملوا حادثة وجيتو انقذه ووداه المستشفى وراح سلم الفلوس للعميل. وبعدها جيتو بيرجع هو كمان وما بيكونش قادر يقف على رجله، وبيروح يغسل وشه علشان يفوق من كل حاجة حصلت له. وشورتي وميناكشي بيتأسفوا له علشان ساءوا الظن فيه، فبيقول لهم للأسف أنا عملت كل حاجة بس عمري ما سرقت حد أو خنت الأمانة، وكل الحكاية إني عملت مشروع وخسرت فلوسي وديوني كترت ومش عارف أسددها. وبيكون متأثر جدا وهو بيتكلم. وبعدها شروتي بتجيب الفلوس وبيتفقوا مع بانديا يوديها لأبو جيتو علشان يسدد ديونه. وفعلا بيوصل المكان وبيلاقي الناس واقفة وعايزين يولعوا في البيت، لكن بيقدر في الآخر يسلم أبوه الفلوس. وللأسف وهو هناك بيشوف صورة جيتو، وفي اللحظة دي بيعرف إنه كان بيضحك عليه. وبيرجع البيت وبيفضل يتخانق معاه وبيلومه علشان ما كانش بيقول الحقيقة. وبعدها جيتو بيعرف اللي حصل وبيروح لشروتي وبيشكرها على كل حاجة عملتها معاه. وتاني يوم بيسألوه امتى هتروح القرية بعد ما كل ديونك اتسددت، فبيقول لهم مش هرجع تاني علشان بوجة اتجوزت، ولو عرفت ان انا لسه عايش ممكن تسيب عريسها وبالشكل ده حياتها هتتدمر. وفي الوقت ده بيبان ان هو وشروتي معجبين ببعض، وكل واحد بيقرب للتاني لحد ما شروتي بتعترف له انها بتحبه، وهو كمان بيبدلها نفس الشعور، وبيبدأوا قصة الحب اللي بينهم. وتاني يوم اخوها منجال بيدخل لها الأوضة وبيلاقيها رسمة صورة جيتو وما بيكونش فاهم ايه اللي بيحصل. وبيقرر يروح لميناكشي وبيكتشف ان هما الاتنين بيحبوا بعض، وبيوافق في الاخر انهم يتجوزوا. لكن عمه اول ما بيعرف بيكون رافض وبيزعق له وبيقول له ده ممكن يكون نصاب وبيضحك علينا. ومنجال بيقول له اهم حاجة في حياتي سعادة اختي، وبيكون مصمم يتحدى كل الناس علشان يتجوزوا. وفي نفس اللحظة جيتو واقف ومتأثر جدا بالكلام، ومرة واحدة بيتكلم قدامهم وهم بيكونوا في حالة صدمة ومش مصدقين نفسهم. وشوهان بيفضل يضربه لأنه كذب عليهم، ومنجال بيمسك السكينة وبيحاول يموته، لكن جيتو بيدافع عن نفسه وبيقول له أنا ما ضحكتش على شروطي ومن أول يوم وهي عارفة كل حاجة عني. وبيبدأ يحكي لهم الماضي وإيه اللي خلاه يخبي عنهم الحقيقة. وبعدها منجال بيروح لأخته وبيحاول يهون عليها علشان ما تزعلش، وبيوافق في نهاية الأمر إنهم يرتبطوا ببعض. وبعدها بيطلب من جيتو يفضل جنب أخته لآخر يوم في عمره وما يسيبش البيت، وفعلا بيوعده وبيوافق على كل كلامه. وتاني يوم غانديا بيروح لهم البيت وبيفضل مكمل في تمثيله إن هو خاله، لكن بيتفاجئ إن جيتو بيتكلم والعيلة كلها عرفت إنه كذاب ومفيش أي صلة قرابة بينهم. ومنجال بيتنازل عن ديونه اللي موجودة عند غانديا وهو ما بيكونش مصدق نفسه. وبعدها جيتو بيشكره علشان كل حاجة وصلها كانت بسببه هو وبانديا. وشروتي بتكون واقفة ومتأثرة جدا بالكلام. وتاني يوم منجال بيديهم الفلوس علشان يودوها لأبو جيتو، ولازم يفضلوا مفهمينه إن ابنه لسه ميت. ولما بيوصلوا هناك بيكتشفوا إن بوجة موجودة قدامهم، وبيعرفوا إنها رافضة تتجوز وعايشة زي الأرملة من بعد ما جيتو مات. وللأسف بانديا بيقول لهم إن ابنهم عايش بدون قصد، وهم بيكونوا مستغربين جدا ومحدش منهم مصدق نفسه.
ولما جيتو بيعرف بيبلغ شرطي انه لازم يروح لاهله ويقابل بوجة ويترجاها انها تسامحه، وبتسأله انت هترجع تاني؟ فبيقول لها اكيد، وده وعد وعمري ما هخلفه. وفعلا بيوصل للبيت وبيقابل ابوه بعد غياب شهور، وهما الاتنين بيفضلوا يعيطوا. وبعدها بيروح لبوجة وكلهم فاكرينه رجع علشان يتجوزها، لكن بيقول لهم للأسف أنا فرحي بكرة من واحدة تانية. وكلهم بيفضلوا يترجوا يرجع في كلامه، لكن هو ما بيسمعش لحد وبيكون مصمم على قراره. وتاني يوم بيجي ميعاد الفرح وكل الناس بتبارك لهم، وجيتو بيتفاجئ إن أسرته موجودة قدامه، وكلهم بيكونوا مصدومين جدا ومش عارفين يعملوا إيه. وبنعرف إنهم عايزين ياخدوه ويسيبوا المكان علشان ما يتجوزش شروتي، وأبو بوجة بيغلط فيهم وعايز يبوظ الفرح، فبيضطر منجل يضربه وهو ما بيكونش عارف يدافع عن نفسه. ولما بيحاول يمد ايده ويضرب ابوه بيدخل جيتو في اللحظة الأخيرة وبيمنعه، وبيفضل يعيط وما بيكونش عارف يعمل ايه. وشرطي بتروح لأخوها وبتترجاه تسمع كلامه في كل حاجة وعمالة بتعيط. وبعدها بتقف قدام بوجة وبتتأسف لها وبتطلب منها السماح، وكلهم بيتفاجئوا أول ما بيعرفوا إنها بكماء ومش هتقدر تتكلم معاهم. وبتبدأ تقول لها انت وجيتو هتتجوزوا بعض وانا مستحيل اقف في طريقكم انتوا الاتنين. وبتترجى اخوها علشان يمشيه ويرجع لحبيبته بوجة، وفعلا بيسمع كلامها وبيقول لجيتو احنا مش بنبني سعادتنا على حزن ناس تانية. والشرطي بتكون واقفة وبتحاول تودعه وعمالة بتعيط، وجيتو شايفها ومش عارف يعمل حاجة. ولما بيكونوا ماشيين بوجة بترجع في كلامها وبتطلب من جيتو يتجوز شرطي، وإنها مش هتكون سعيدة معاه لأنه ما بقاش بيحبها، وهي هتفضل طول العمر تعامله زي أخوها وتنسى الماضي. وفعلا جيتو وشروتي بيرجعوا لبعض والفرح بيتعمل. ومن هنا بيخلص فيلمنا. لو عجبك الفيديو دوس لايك واعمل اشتراك للقناة وفعل زر الجرس، واستنونا في فيلم جديد.